هو ايه اللي حصل لعلماء الدين في رمضان ده؟ انا مش عارف. دكتور مبروك عطية جاب الفنانين ويقول لك قراءة القرآن مع الفنان سعد الصغير وعمر، حاجات غريبة الشكل وما لهاش علاقة بالدين اللي هو بيقدمه. الدكتور علي جمعة بيعمل برنامج للشباب، فالشاب بيسأله بيقول له هو الممثل بياخد اسم بان هو بيبوس واحدة او بيحضن واحدة قال له لا. هو مثلا نور الشريف لما يجي يمثل دور واحد اسمه عمر في الفيلم، تبقى اخته بتمثل معاه واتجوزها، هل هو اتجوزها حقيقي؟ هل هو حضنها حقيقي؟ لا، هو حضنها بالشخصية اللي بيعملها في الفيلم. طب يا دكتور علي، هو انا لو تخيلت ان انا اسمي حسن علي محمد اسماعيل ورحت اعوذ بالله زنيت وشربت خمرة، يبقى انا كده مش بشخصيتي الحقيقية فربنا ما يحاسبنيش؟ ما انا بمثل زي نور الشريف ما بيمثل. وانتوا ايه ده؟ انا مش عارف ما لكم كيف تحكمون؟ ولا هو الدين اتغير في 2025؟ ولا احنا انا مش فاهم منكم حاجه الصراحه. ده انتوا كده مش بتدلوا الشباب، ده انتوا بتودونا في 60 داهيه. يتوب علينا ربنا.